السلام عليكم. واش عمرك تسألتي كيفاش كتخدم العين ديالك؟ كيفاش كنشوفوا العالم؟ زمان الناس كانوا كيعتقدوا أن العين هي اللي كترسل الضوء، ولكن واحد العالم مسلم غير هاد الفكرة كاملة. هاد العالم سمو ابن الهيثم، تزاد قبل أكثر من 1000 سنة، وكان عنده فضول كبير بزاف. كان كيطرح أسئلة اللي حتى العلماء في داك الوقت ما كانوش عارفين جوابها. ابن الهيثم ما كانش غير كيخمن، كان كيجرب ويلاحظ، ومن بعد تجارب كتيرة وصل لحقيقة مهمة: العين ما كترسلش الضوء، العين كتستقبل الضوء. وهاد الضوء كيجي من الاشياء اللي قدامنا، يعني حنا كنشوفو حيت الضوء كيدخل لعينينا. باش يثبت هادشي دار تجربه ذكيه بزاف، سد الضوء كامل وخلاه غير ثقب صغير، وشاف ان الصوره كتدخل من داك الثقب وكتبان مقلوبه. هاد التجربه هي اللي ولات اساس الكاميرا اللي كنستعملو اليوم. ابن الهيثم كان سابق عصره، ما كانش كيامن غير بالنظريات، كان كيقول خاصنا نجربو باش نعرفوا الحقيقه، وهاد الطريقه هي اللي ولات اليوم الطريقه العلميه الحديثه. بفضل ابن الهيثم فهمنا كيفاش كنشوفوا، وتطورت الكاميرات وعلم البصريات وحتى التكنولوجيا الحديثة. العبرة من القصة: سؤال واحد يقدر يغير العالم، والفضول يقدر يخلق علم جديد. ولكن كاين عالم آخر دار عمليات جراحية قبل أكثر من 1000 عام، واخترع أدوات حتى اليوم كيتستعملوا. غادي نحكيو القصة ديالو في الحلقة الجاية. إلى عجبت الفيديو ما تنساش تشترك في القناة.